18 مايو 2004 كان فيه متسلق بيتوسل لآخر رجلين معاه على إيفرست إنهم ما يسيبوش وراه. كان لسه بيبتسم من ساعتين بس. اللي حصل في الساعتين دول بيعتمد على مين اللي بيحكي القصة. أهلا بيك على الحافة الأخيرة، المكان اللي المخاطر فيه عالية بس مفيش حد، مجرد منشط. في أواخر 2003 في واشنطن العاصمة، الرجل ده دكتور نيلز انتيزانا عرض على دليله رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لتسلق جبل إيفرست، مع تذاكر الطيران والمعدات والشرباء متغطين، وكمان مكافأة $10,000 لو هما الاثنين رجعوا البيت أحياء. الدليل كان جوستافو ليزي. هما تسلقوا مع بعض في جبال الأنديز، وموقع جوستافو كان بيقول إنه وصل قمة إيفرست سنة 2000. ده كان كفاية علشان نيلز يراهن بحياته عليه. دي كانت آخر فرصة لي إنه يوصل لقمة أعلى جبل في العالم. ما كانش عنده أي طريقة يعرف إن المرشد ده هيكون في يوم من الأيام السبب إنه عمره ما يرجع بيته. في ربيع 2004 نيلز وجوستافو راحوا نيبال، والمتسلقين في المعسكر الأساسي كانوا بيتفرجوا على الراجل الصغير ده اللي شعره فضي وهو بيتحرك ببطء فوق وتحت إيفرست علشان يتأقلم مع الارتفاع. كتير منهم كانوا مستغربين هو أصلاً كان بيعمل إيه هناك. بعضهم كان هيقولك إنه ما كانش ليه أي حق يكون على الجبل ده أصلاً، بس برضو كتير من الناس ما كانش ليهم أي حق يكونوا على جبل إيفرست الموسم ده أصلاً. بحلول سنة 2004 المعسكر الأساسي بقى أشبه بمدينة حدودية من غير قانون أكثر من كونه نقطة انطلاق لبعثة. المتسلقين في الموسم ده كانوا بيشيلوا المعدات لمعسكراتهم العالية، وبيدفنوا الأكل وأسطوانات الأكسجين في خيمة مضغوطة على ارتفاع 26,000 قدم، ويرجعوا بعد كده عشان محاولة الوصول للقمة، ويلاقوا أنابيب الأكسجين والأكل بتاعهم مسروقين. وعلى الناحية الثانية من الجبل قائد بعثة درب مراته لحد ما فقدت الوعي في المعسكر قدام فريقه اللي اتفرجوا ما عملش حاجة. ما كانش فيه شرطة، ما فيش قوانين، ولا حد كان لازم يرد على حد. إيفرست في 2004 كان مكان الحاجة الوحيدة اللي بتحميك فيه هي أخلاق الناس اللي جبتهم معك. وعشان كده نيلز جاب 3 من أحسن المرشدين اللي الفلوس تقدر تجيبهم. 2 شربة عندهم خبرة، بيك دورجي ومينيجما، والاتنين كانوا وقفوا على القمة قبل كده. وكان معه جوستافو مرشده وصاحبه عشان يدعمه. في نص مايو التوقعات بيّنت أن الرياح هتهدى فوق، وفي فترة نادرة مناسبة للوصول للقمة. وعلشان كده في ليلة 17 مايو 2004 من آخر معسكر على 26,000 قدم، نيلز انتيزانا شغل كشاف الرأس وبدأ يتسلق ناحية قمة العالم. ليلة القمة بتبدأ حوالي 10 أو 11 بالليل، لأن الرحلة للقمة من المعسكر الرابع بتاخد 12 ساعة تسلق. لو الأمور مشيت كويس لازم توصل هناك في نص الصبح أو أول الظهر، وبعدين ترجع على طول تقريبا، عشان محتاج ضوء كفاية وأكسجين معبأ كفاية للرجوع. كل متسلق خبير في الهيمالايا عارف إن القمة هي نص طريق، خط النهاية هو الخيمة اللي سيبتها. نيلز قضى الليل كله بيطلع لفوق ببطء شديد، خطوة ورا خطوة ونفس ورا نفس، بينما فرق أسرع كانت بتعديه في الظلمة. تضع الفجر، الصبح عدى، الفرق اللي بدأت قبله كانت بتعديه بسرعة مرعبة، بس هو ما كانش خايف. ده بالضبط اللي كان مخطط ليه. وفي حوالي 10 الصبح يوم 18 مايو 2004 نيلز انتيزانا مشى آخر شوية تلج ووقف على قمة جبل إيفرست. أخيراً حقق حلمه. دلوقتي بقى واحد من أكبر الناس سناً اللي وقفوا هناك. بالنسبة لرجل وصل لقمة مسيرته الطبية وصرف ثروة عشان يتخطى سنين من التدريب في الهيمالايا، الوقوف على قمة العالم، أكيد كان حس إنها كانت اللحظة اللي أكدت له قيمة اللي عمله. هو اشترى الرقم القياسي العالمي بتاعه وكان ناوي يستمتع بيه. معظم المتسلقين بيقضوا يمكن 10 دقايق بس فوق علشان ياخدوا صورة سريعة على قمة العالم قبل ما ينزلوا تاني، لأن مفيش أكسجين كفاية فوق علشان يخلي أي حد يعيش مهما كنت مستعد أو متحمس.
مش نيلز. نيلز فضل ياخد صورة ورا صورة. اتفرج على المنظر زي راجل واقف في بلكونة اوتيل. الراجل ده عنده 69 سنة، اللي فعلا ما يقدرش يتحمل إن حاجة واحدة بس تمشي غلط. فضل واقف على القمة لمدة 35 دقيقة، بيستهلك الأكسجين المحدود جدا اللي معه. والأغرب من كده، المرشد اللي جابه معاه وكان بياخد أجر عالي وقف يتفرج عليه وسابه يعمل كده. وأخيرا نيلز أشار لجوستافو إن الوقت جه عشان ينزلوا. وفي البداية النزول كان شكله زي ما كنت تتوقع بالضبط. جوستافو قال إنه تحرك قدام وكان بيشيك على الحبال المثبتة قبل ما يربط نفسه فيها. وراه جه نيلز وكان بينزل بحذر خطوة بخطوة. الشربة الاتنين فضلوا قريبين ونزلوا معاهم بنفس البطء والهدوء ده، وفوق القمة اختفت وراهم. والمعسكر الرابع كان تحتهم على طول الخيام، كانت بينها زي نقط صفرة وسط بحر لا نهائي من الصخور والثلج. كان شكله قريب كفاية إنهم يوصلوا له يمكن قبل وقت الغداء، بس في مكان فوق نتوء صخري اسمه القمة الجنوبية. وأقل من ساعة في النزول حصل اللي حصل. جزمة نيلز اليمين فوتت خطوة كان قاصد يحطها عليها. محدش قال حاجة لسه، لأن مفيش حاجة تستدعي الذعر. يمكن نيلز كان تعبان، بس أكيد كان كده. هو لسه كان قاعد حوالي 12 ساعة بيتسلق لأعلى نقطة على وجه الأرض، بس دلوقتي كل كام خطوة كان بيقف ويسند على عصايبه وياخد كذا نفس عميق من خلال قناع الأكسجين بتاعه. ودلوقتي الوقفات بقت أطول. دلوقتي وزنه بدأ يميل على الحبل المثبت زي واحد سكران مش عارف فين فوق وفين تحت. بيجدورجي ومينغما قربوا منه من الناحيتين، ولما نزلوا شوية لتحت لما واحد منهم كلمه، الرد اللي رجع كان الكلام فيه متلخبط ومش واضح. هما كانوا عارفين ايه اللي بيحصل. جوه جمجمة نيلز مخه كان بينتفخ وبيفصل حاجات بترتيب معين. أول حاجة فقدها كان توازنه، دي كانت الجزمة. الكلام الثاني والحكم الثالث، وبعد الحكم كل حاجة تانية. نيلز كان أخصائي باثولوجيا إكلينيكية قضى عقود بيدرس جسم الإنسان، لكن لما مخه بدأ يتورم ويسلب منه التنسيق الحركي كان رد فعله الوحيد إنه يتكئ أكثر على عصايبه. فضل يحاول يمشي كأن جسمه اللي بيخونه ده مجرد إزعاج بسيط، وبعدين لف على جنب علشان يطلب نصيحة جوستافو، لأن الموقف ده بالذات هو السبب اللي خلاه يختار مرشد كفء بعناية. ودفع ثمن معداتهم، والمكافأة اللي قيمتها 10,000 دولار كانت علشان كده، علشان يكون في محترف واقف جنب نيلز في اللحظة اللي مخه يبدأ يخذله فيها. لكن لما هو بيجدورجي ومينيغما بصوا حواليهم، جوستافو ليزي ما كانش ليه أي أثر، فالاتنين شربة عملوا شغل المرشد وحطوا نيلز بينهم، واحد على كل جنب، وبدأوا ينزلوه من الجبل. دول ما كانوش متسلقين، مبتدئين بيحاولوا يعملوا اللي يقدروا عليه. بيجدورجي ومينيغما كانوا وصلوا قمة إيفرست قبل كده، هما كانوا عارفين بالظبط اللي بيحصل له، مش مميت لسه، بس الثلاثة كانوا بيتسلقوا تقريبا يوم كامل في منطقة الموت. كانوا منهكين، وكل دقيقة بيقضوها في مساعدة نيلز كانت دقيقة تانية أجسامهم فيها معرضة للانهيار، بس فضلوا مكملين ببطء وبألم. ولما جه الغروب وصلوا للمكان الواسع ده اللي بحجم أوضة صغيرة على ارتفاع حوالي 27,500 قدم، واللي المتسلقين بيسموه الشرفة. رغم كل مجهودهم طول بعد الظهر ما قدروش ينزلوا غير 1000 قدم من رأسي بس. المعسكر الرابع كان كمان أكثر من 1000 قدم رأسي تحتهم، وعلى المسطح ده نيلز ما بقاش يقدر يقف لوحده خالص. بيجدورجي ومينيغما اضطروا ينزلوه هنا لأن رجليه خلاص ما بقتش قادرة تتحرك. جسمه كان وصل لنهايته بعد ساعات من التسلق القاسي، والشربين اللي معاه دلوقتي كانوا قدام قرار صعب جدا. ما قدروش يشيلوا نيلز وينزلوه في الجزء اللي جاي، لأن تحت البلكونة فيه منحدر طويل وحاد من التلج، والاتنين كانوا بيتسلقوا بقالهم أكتر من 24 ساعة، وكانوا بالفعل مرهقين جدا لدرجة تكاد تكون مستحيلة لو قعدوا مع نيلز طول الليل في العراء ودرجة الحرارة 40 تحت الصفر. ده كان معناه كمان إن هيبقوا 3 أجسام على الرف ده بدل واحد. دي كانت الخيارات، مفيش خيار ثالث، لأن الراجل اللي كان شغله يخلق خيار ثالث
ما كانش موجود في أي حتة. فهم عملوا اللي قدروا عليه. قعدوا نيلز في التلج ظهره على المنحدر، حطوا أسطوانات الأكسجين في التلج جنبه قريبين منه عشان يقدر يوصل لهم بإيده. الأمل كان إنه الراحة والأكسجين يدوه قوة كفاية يقوم مرة كمان ويمسك الحبل المثبت وينزل من الجبل بقوته هو. مخ نيلز كان بيخونه في الوقت ده. التورم كان أكيد ضيع أغلب اللي باقي من حكمه على الأمور، بس في حاجات مش محتاجة وضوح كامل. هو فاهم هم كانوا ناويين يعملوا إيه. على حسب كلام بيج دورجي، نيلز مد إيده ومسك رجليهم وبعدين قال: الجبل ده بيتي، ما تسيبونيش. للحظة ما حدش اتحرك، وبعدين منجمة فك نفسه بهدوء، والشربة الاتنين ربطوا نفسهم تاني في الحبل المثبت واختفوا في الضلمة اللي بتتجمع. نيلز اتصب لوحده هناك على 27,500 قدم علشان يدفع ثمن طموحه في مكان ما. خلال ساعات يوم 18 مايو 2004 نيلز انتزان مات وهو قاعد مستقيم في الثلج، جسمه عمره ما تلاقى. وده كان المفروض يكون نهاية القصة، لأن سلطات معسكر إيفرست مش بتعمل تحقيقات رسمية. ما فيش نقطة شرطة في المعسكر الأساسية، ما فيش أي محكمة هناك فوق. لو متسلق مات فوق، الموسم بيكمل والسجلات بتاخد سطر زيادة. الارتفاع، النزول، والجثة ما اتجمعتش. بس في الأيام اللي بعدها فوق وتحت الجبل، المتسلقين فضلوا يرجعوا لنفس السؤال البسيط، نفس السؤال اللي أكيد شغل بالك من ساعة ما النزول بدأ. فين كان غوستافو ليزي؟ فين كان الراجل اللي شغلته الوحيدة إنه يفضل لازق في زبونه؟ كان ممكن يحاولوا ينقذوه؟ كان ممكن مرشد تاني يوصل له قبل ما الليل يجي؟ الطريقة الوحيدة للإجابة على ده كانت نسأل الراجل نفسه، واللي قاله كان درس احترافي في التلاعب بالكلام. حكاياتهم كانت هتخلي دون دريبر فخور. هنطلع عن الموضوع بسرعة. كل شهر في قصة عمرها ما بتنزلش على يوتيوب، هي موجودة لو حابب تشوفها. رابط باتريون تحت دلوقتي. كنا فين؟ غوستافو ليزي كان مستعد بشكل مفاجئ إنه يتكلم عن اللي حصل في العصر ده. في الحقيقة هو تكلم عن الموضوع ده كتير. المشكلة كانت إنه كل مرة كان بيحكي القصة عمره ما قالها بنفس الطريقة مرتين. في مقابلة من المقابلات غوستافو افتكر إنه كان بيعاني ورا المجموعة، كان مرهق ومش قادر يلحق الشربة وهم بيحاولوا ينزلوا نيلز من على الجبل. وفي مقابلة تانية قال إنه فاكر نفسه كان ماشي قدام وبيجري ناحية المعسكر الرابع عشان يجهز الطريق. أوقات كان بيبان إنه فقد قوته بدري، وأوقات تانية كان بيبان إنه فقد قوته بعد كده بكتير. حتى اللحظة اللي انفصل فيها عن نيلز كانت بتتغير من حكاية للتانية، ولا واحدة من النسخ دي كانت شكلها مستحيلة. كل واحدة فيهم لوحدها كانت قابلة للتصديق. بس لما المتسلقين قارنوا القصص جنب بعض الفجوات ظهرت. بس ده مش دليل على أي حاجة بشكل تلقائي، لأن كل الناس عارفة إن ذاكرتك فوق 27,000 قدم بتكون شاهد سيء جدا. كل واحد على الحافة دي كان صاحي أكتر من 24 ساعة، وفي كل ثانية من الوقت ده كان بيتنفس هوا فيه تقريبا 3 كمية الأكسجين اللي المخ بياخدها عادة. بس دايما في طريقة نختبر بيها قصة بتتغير، والمتسلقين اللي دققوا في القصة دي استخدموها. بتلاقي الرواية اللي ما بتتغيرش وبتقيس كل حاجة عليها. الرواية اللي ما بتتغيرش تخص بيج دورجي ومينيجما. الشربة الاتنين قالوها بصراحة وما فيش حاجة تغيرت. نيلز بدأ ينهار في أول ساعة أو ساعتين من النزول. حطوه بينهم. قضوا طول بعض الظهر وهم بينزلوه من مكان فوق القمة الجنوبية لحد ما وصلوا للبلكونة. ولا في أي لحظة في أي رواية كان المرشد بيساعد زبونه. الحكاية دي فيها كل اللي ما كانش موجود في قصص غوستافو. كانت محددة، كانت متسقة، وبتدعمها الحسابات البسيطة لصعوبة إنك تشيل راجل وتنزله 1000 قدم عمودي من فوق الجبل. وكمان اتأكدت من الأماكن اللي كل الناس التانية وصلوا لها في الليلة دي. بس الموضوع ما كانش منطقي خالص. إزاي مرشد محترف يغلط الغلطات دي؟ مش غلطة واحدة، سلسلة من الغلطات. يصيب واحد عنده 69 سنة، وقفوا على القمة لمدة 35 دقيقة. مفيش اتصال لاسلكي. لما العميل بدأ ينهار، لا خطة،
لا إنقاذ ولا حتى رسالة واتساب لأي حد في المعسكر الرابع. دي مش لحظات ضعف، دي أخطاء سببها نقص المعرفة، الحاجات اللي حتى الناس العادية بتعرفها ببساطة. استنى دقيقة، مين كان جوستافو ليزي؟ ده السؤال اللي محدش فكر يسأله قبل التسلق، لأنه الراجل كان عنده شركة إرشاد وموقع مليان برحلات في جبال الأنديز، وفي مقدمة سيرته الذاتية كانت الشهادة إنه وصل قمة إيفرست سنة 2000. بس دلوقتي الناس بقوا بيسألوا، ولحسن الحظ إيفرست مكان صعب جدا تكذب فيه، لأنه واحد من أكثر الأماكن الموثقة في العالم. فلما المتسلقين بدأوا يدوروا على جوستافو ليزي في سجلات موسم تسلق القمة سنة 2000 كانوا متوقعين يلاقوا دليل، ما لقوش أي حاجة. بس الموضوع بيبقى أسوأ كمان، لأنه العملة اللي بتثبت إنك وصلت قمة إيفرست هي صورة على القمة. ده الدليل الحاسم، كل عميل بيطلب يشوفه قبل ما يتعاقد، وجوستافو كان عنده واحدة برضه، وكان بيعرض صورته دي بقاله سنين وهو واقف على قمة العالم سنة 2000. بس دلوقتي لما المتسلقين اللي كانوا فعلا على إيفرست سنة 2000 بصوا كويس على الصورة دي، لاحظوا حاجة ما كانش المفروض تكون موجودة، لأنها تخص متسلق تاني فعلا وقف على قمة العالم سنة 2000، واللي نزلوا معاه صور القمة وصوره بطريقة ما وصلت لإيدين جوستافو ليزي اللي قدمهم لمدة 4 سنين على إنهم بتوه. الدليل اللي كان في قلب شغل جوستافو، الصورة اللي كانت بتقفل الصفقة مع كل عميل كان بيطلب يشوف دليل، اتسرقت من رجل فعلا عمل الحاجة اللي جوستافو كان بس بيدعي إنه عملها. واتضح إن جوستافو عمره ما وصل فعلا لقمة إيفرست في موسم 2000، هو بدل كده كان قريب جدا منها حوالي 650 قدم قبل ما يضطر يرجع. الرجوع في اللحظة دي مش عيب، الناس الصادقين بيبلغوا عن المكان اللي اضطروا يرجعوا منه ومش بيكلفهم أي حاجة غير الكبرياء والغرور. ده كان الثمن الوحيد اللي جوستافو ليزي ما قدرش يدفعه. رجع البيت من بعثة إيفرست الوحيدة في حياته، نسب لنفسه وصول راجل تاني للقمة وحط الادعاء ده على موقعه الإلكتروني، وبدأ ياخد فلوس من العملاء عشان يتسلقوا مع الراجل اللي في الصورة. فالصديق والمحترف اللي نيلز كان فاكر إنه وقف على نفس الجبل اللي نيلز كان عايزه ورجع من غير مشاكل، في الحقيقة ما عملش ولا واحدة فيهم. الفجوة في الخبرة اللي نيلز كان عارف إنه عنده، الفجوة اللي صرف كل الفلوس دي عشان يعوضها، كان بيتم تعويضها عن طريق راجل عنده نفس الفجوة بالضبط. لما جوستافو ليزي وافق على الصفقة دي كان بيرجع عمداً لمنطقة الموت عشان زبون دافع الفلوس يشيله ويرجعه للقمة اللي كانت محرجة. ونيلز ما كانش عنده أي فكرة، كان فاكر إنه بيشتري خبرة تعوضه عن سنه. بدل كده من غير ما يعرف حط حياته في إيدين واحد بنى خبرته على كذبة. لو ده أثر على القرارات اللي خدها فوق في اليوم ده، بس جوستافو ليزي هو اللي يقدر يجاوب فعلا. تقدر تتخيل الغرور اللي محتاجها الواحد عشان يعمل كده؟ بس بشكل يكاد ما يتصدقش، شبه مستحيل. الموضوع بيزداد سوء، لأنك مش هتصدق جوستافو عمل إيه بعد ما نزل من الجبل في الليلة دي يوم 18 مايو 2004، ولما وصل للخيام في المعسكر الرابع وكان العميل بتاعه لسه قاعد في الثلج على بعد 1000 قدم فوقيه، راح نام. وإنصافاً للراجل، جوستافو نزل من الجبل ده وهو فعلاً كان تعبان جداً، قوته خلصت في حتة ما في الطريق، وعلى حسب كلامه التعب ضربه جامد لدرجة إنه كان بالكاد قادر يتحرك. قال إنه وصل الخيام في المعسكر الرابع متأخراً في الليلة دي حوالي الساعة 11 بالليل، وكان منهكاً تماماً. والرجل في الحالة دي في الليلة دي ممكن نعذره لو ارتمى في كيس النوم. منطقة الموت بتستنزف الكل، يمكن فعلاً ما كانش فاضل فيه أي حاجة، بس النوم بيرجع الراجل لطبيعته. بس المعلومات اللي كانت مع جوستافو ما استندتش حد يصحى، هو كان الشخص الوحيد في المعسكر الرابع اللي كان عارف إن عميله اللي عنده 69 سنة لسه فوق هناك، لسه ما خرجش من الخطر. وحوالينه في الممر الجنوبي كانت خيام البعثات الثانية مليانة أنابيب أكسجين كاملة. إنه يقول لأي حد منهم اللي حصل ما كانش حيكلفه غير كلام، ما قالش لحد، ما نبهش حد في الليلة دي ولا حتى وقت شروق الشمس يوم 19 مايو، لا بعد ما ارتاح
ولا بعدما أخذ أكسجين، ولا حتى في الساعات الأخيرة من الصبح لما كان ممكن يكون قلب نيلز لسه بينبض. بس كان في حاجة نشرت فعلا، لأن في اليوم اللي بعده موقع غوستافو ليزي كان عليه تحديث جديد، واللي شافه العالم كان أخبار كويسة من الهيمالايا، بعثة ناجحة وصعود قمة جبل إيفرست. لو كنت عميل سابق أو حتى عميل محتمل في المستقبل وبتقرأ تحديث ده، كل حاجة كانت ماشية تمام بالضبط. المرشد وفى بوعده تاني. العميل اللي دفع فلوس الرحلة ولسه قاعد على ارتفاع 1000 قدم فوق المعسكر الرابع، بردان ومش قادر يعمل حاجة. وقت ما التحديث ده اتبعت ما تذكرش خالص، وكأنه عمره ما كان موجود. بس هو كان موجود فعلا بالنسبة لجلاديس. جلاديس أنتيزانا كانت متجوزة نيلز لمدة 38 سنة، وفي 38 سنة من خلال الشغل وتسلق كل جبل كان قدامهم قبل الجبل ده، كان عندهم اتفاق إنه هو اللي يعمل الحاجة الخطيرة. وبعدين أول ما يبقى بأمان التليفون كان بيرن. هو عمره ما خالف الاتفاق ده ولا مرة في حوالي 40 سنة. الأسبوع ده جلاديس كانت في سرير مستشفى في بالتيمور بتتعافى من عملية جراحية بسيطة. ففي يوم 18 مايو كانت نايمة هناك وبتحسب فرق التوقيت في دماغها. لو هو وصل للقمة الصبح هناك كان هيرجع للمعسكر قبل المغرب، وده معناه إنه كان المفروض يتصل قريب. وبعدين يوم 18 خلص، ويوم 19 جه وعدى. وأخيراً التليفون رن بعد القمة بيومين، والصوت اللي على الخط ما كانش صوت جوزها، كان صوت قوي وخشن بيقول لها إن جوزها وصل لقمة العالم وإنه كان مبسوط جدا وهو فوق هناك. لكن حصل حاجة غلط وهو نازل، ونيلز مرجعش للمعسكر. الصوت قال إنه مات. وبعدين في نفس المكالمة دي سأل فين يبعت حاجات جوزها. ده كان كل اللي عند جلاديس، مفيش جثة ولا تفسير منطقي، مجرد وعد في الآخر اتكسر. بالنسبة لمعظم العائلات الموضوع بينتهي عند النقطة دي، لأنك فعلا تقدر تعمل إيه؟ مفيش جنازة من غير جثة، مفيش محضر شرطة في مكان فيه الشرطة. إيفرست بيقفل الباب في وشك، والصناعة اللي وراه مش فارق معه. الجبل خطر، هو كان عارف المخاطر، وغوستافو كان هيطلع منها من غير ما يتحسب على اللي حصل فوق هناك. لو ما كانتش فابيولا انتيزانا موجودة. فابيولا كانت بنت نيلز، وفي خلال أيام من المكالمة دي كانت على طيارة رايحة كاثماندو. لأن فابيولا ما كانتش قاعدة في البيت في الظلمة لمدة 6 أسابيع، كانت بتسمع من أبوها طول فترة الرحلة. وفي وقت ما خلال الأسابيع دي، وسط الأخبار العادية عن حياتها اليومية وآخر مغامرة تسلق كبيرة لأبوها، كان في حاجة تانية دخلت بهدوء. الأمور بين نيلز وغوستافو ما كانتش ماشية زي ما المفروض تمشي، وأبوها كان بيبلغها بكل جديد. دلوقتي لوحدها الحاجة دي تقريبا ما كانش ليها أي معنى. العملاء والمرشدين دايما بيضايقوا بعض في كل رحلة طويلة. دي ما كانتش الحاجة اللي ممكن تخليك تسيب بعثة أو ترحل بسببها، بس كانت حاسمة في اللي حصل بعد كده. لأنه لما المكالمة بتاعة التعزية لجليديس أخيرا جات، كل الناس على الأرض سمعوا عن مأساة تسلق جبال. فابيولا كانت بتسمع حاجة تانية، خصوصا لما المرشد اللي كان والدها عنده مشاكل معه هو نفس المرشد اللي نزل من الجبل من غيره وقعد يومين مخبي الخبر. ودلوقتي الغريب إنه كان مستعجل يبعت حاجاته بالبريد، فعشان كده ما كنتش مستعدة تسيب الموضوع كده، كان لازم تعرف إيه اللي حصل. أول حاجة عملتها إنها دورت في الأوراق الخاصة بالبعثة، ولقت أول اكتشاف إن وفاة والدها كانت متسجلة بالفعل كوفاة عادية بسبب الارتفاع. ما فيش أي تحقيق اتفتح، ولا حتى كان في نية لفتح تحقيق. حكومة نيبال كانت خنصت مع نيلز أنتيزانا قبل حتى ما طيارة بنته توصل، فهي راحت للناس. بدل كده بدأت تدور على أي حد كان في الجبل الموسم ده. بس الموسم كان خلص، والشهود اتفرقوا في حوالي 12 دولة، واللي قدرت توصل لهم كان ليهم شغل هناك، شغلاناتهم ما بتستحملش إنهم يشهدوا ضد المرشدين. الناس كانوا مؤدبين وزعلانين على خسارتها، بس ما قالوش حاجة تقريبا غير رواية الشربة وقصص غوستافو المتغيرة. بس حتى لما خيوط التحقيق في كاتماندو خلصت، فضلت تسأل الصحفيين والمحققين في مجتمع المتسلقين رسالة ورا رسالة لأي حد يقدر يدور، ونجحت. المتسلقين اللي كانوا على الجبل بدأوا يقارنوا ملاحظاتهم عن غوستافو بشكل رسمي. المجتمع بدأ يدور في سجله،
وكل حاجة عرفتها قبل كده في الفيديو ده. موسم 2000 الفاضي، الصورة المسروقة، والشغل اللي اتبنى على صعود راجل تاني للقمة كله بقى واضح في السجلات، ومفيش عميل في المستقبل ممكن يفوته. مراسل من الواشنطن بوست قضى شهور يعيد بناء الرحلة ساعة بساعة. ومايكل كوتاس الصحفي الحاصل على جائزة بوليتزر واللي كان بيتسلق إيفرست في نفس الموسم ده خلى القضية دي محور كتابه عن إزاي الجبل اتغير وبقى عليه إيه. المسار اللي مشيت عليه في الفيديو ده شغلهم. كله ده اتحرك بسبب بنت ما عندهاش لا شارة ولا اختصاص قانوني ولا حتى جثة تدفنها، وقررت إنه الجبل ده خطر. ما كانش ده جواب. ففي قضية بالأدلة الواضحة دي هتفتكر إن الموضوع محسوم وسهل، صح؟ جوستافو كان المفروض يتقبض عليه ويتوجه له تهمة بحاجة زي الإهمال أو التخلي أو حتى الاحتيال على الأقل. ده اللي حصل فعلا ولا حاجة. فاكر حكومة نيبال كانت سجلت وفاة نيلز أنتيزانا كحالة وفاة عادية بسبب الارتفاع، ورفضت تحققا في الموضوع، وما فيش أي محكمة في أي مكان تاني تولت القضية، وده لأن ما فيش محكمة في أي مكان تاني تقدر تعمل كده. تابع الاختصاص القضائي للحظة وهتشوف الفخ. الدليل كان أرجنتيني، العميل كان أمريكي. الوفاة حصلت في نيبال على 27,500 قدم في مكان عمره ما هيقف فيه أي محقق، والأدلة متجمدة على حافة جبلية محدش يقدر يوصل لها بسهولة. جوستافو ليزي انسحب ببساطة ورجع لشغله. لسنين بعد كده كنت تقدر تلاقي جوستافو ليزي بيقود عملاء بيدفعوا فلوس بيتسلقوا جبال في أمريكا الجنوبية. عملاء جداد احتمال كبير فتحوا موقعا إلكتروني وقروا السيرة الذاتية ووثقوا في الرجل اللي واقف قدامهم زي ما نيلز عمل. لأنه المشكلة في عالم ما فيهوش محاكم، إن الفضيحة هي العقوبة الوحيدة اللي موجودة في أوساط المتسلقين. اسمه بقى رمز لكل حاجة غلط في التسلق من غير قوانين. المتسلقين على المنتديات كانوا بيسألوا بصراحة إزاي الراجل ده لسه شغال، وإزاي لسه عضو في أندية تسلق جبلي محترمة. وكان الرد في كل مرة كان نفس الرد اللي نيبال قالته لفابيولا: ما فيش حد كان عنده السلطة إنه يوقفه. التحري الوحيد عن الخلفية في الإرشاد في المرتفعات العالية هو اللي العميل بيعمله لنفسه، والعملاء ما بيقروش منتديات التسلق، هم بيقروا مواقع الإنترنت. النظام اللي فشل في معاقبة جوستافو ليزي هو نفس النظام اللي سمح له يشتغل كدليل من الأساس. هو عمره ما تغير. ولما عائلة أنتيزانا واجهته بشكل مباشر، جوستافو ليزي قال واحدة من أكثر الحاجات الصادمة عن الكارثة دي كلها. هو أنكر إنه كان مرشد نيلز في أي وقت من الأوقات. على حسب كلام جوستافو هو كان مجرد صديق لنيلز، وصادف إنه كان في نفس الحملة. الراجل اللي نيلز سافر نص العالم عشان يثق فيه بحياته قال بعدين إنه عمره ما كان دليله أصلاً، مجرد صديق كان موجوداً بالصدفة. محدش اتوجه له تهمة في اللي حصل لنيلز انتيزانا. بعد 12 سنة متسلق تاني دخل نفس منطقة الموت دي، مدفوع بنفس الرغبة إنه يثبت حاجة للعالم، بس المرة دي مفيش مرشد هيكون موجود يتحمل اللوم. القصة دي جاية بعد كده.